جبتوا سبانخ السنة دي ولا لسه؟ طب خزنتوها ولا لسه؟ بصوا السبانخ دي تخزين السنة اللي فاتت. بصوا لونها عامل ازاي، انا لسه مخرجاها من الفريزر. بصوا اللون بتاعها اخضر زي ما هو ازاي. بجد اسهل اسهل واحلى طريقة واجمل طريقة لتخزين السبانخ. ومش بتاخد مكان خالص، تخزيني منها شوية حلوين كده. مش هتاخد مكان معاكي نهائي. بجد بجد يعني مش هتبطلوا تعملوها. بصوا انا عملتها، انا بعمل بصلايه عليها شويه صلصه طماطم وشويه شوربه ومعلقتين رز. بسيبهم كده ياخدوا غلوتين تلاتة كده لما يتسبكوا مع بعض كويس، واروح حاطه عليها السبانخ وهي لسه مخرجاها من الفريزر زي ما هي من غير ما تفك. ما بسيبهاش تفك، بحطها في الصلصه على طول. تاخد غلوتين وبطفي عليها، احط لها الملح والفلفل الاسود بتاعها. عايزين شطه؟ بصوا تحفة بجد رائعة. طبعا في ناس مش بتحط رز، في ناس بتحط اللي هو الحمص بتاع الاكل. بس انا عن نفسي ام الله يرحمها كانت بتحط رز، وانا كمان بحبها بالرز وبعملها زيها. بصوا زي ما انتم شايفين انا جبت الخضرة وجبت السبانخ. انا نسيت اقول لكم، انا في الاخر كمان بعمل لها طشة تومة بتخليها مسكرة وبتخليها تحفة. معلش. بصوا بقى، انا جبت الخضرة بتاعتي وجبت السبانخ، دول 2 كيلو سبانخ. تمام. غسلتهم كويس جدا، وهسيبهم بس ينزلوا شوية مية بسيط كده. ينزلوا المية بتاعتهم، وبعد كده ايه هقطعهم هخرطهم، وبرضه هسيبهم يتهووا لما ينشفوا من المية خالص. بصوا بقى الحرف بتاع الراس بتاعت السبانخ دي اوعوا ترموها. انا زمان كنت برميها، بس طلعت ان هي دي اللي بتعمل الريحة القوية للسبانخ بجد. ريحتها وطعمها بتخليها تحفة، فما ترموهاش. انتوا اصلا مش هتحسوا بيها، يعني خرطوها زي ما وريتكم كده، مش هتحسوا بيها. هنخرطها بقى وهنحط الاتنين مع بعض. بصوا هسيبهم بقى ايه ينشفوا من المية بتاعتهم خالص، وانا رايحة وجاية كده في المطبخ هفضل اقلب فيهم لما ينشفوا من المية خالص. وبعد كده هبتدي ايه احطهم في الاكياس بتاعتي. انتوا بقى ممكن كمان ايه، يعني انا برضو هنا مش مكترة الخضرة ليه. هي الخضرة كده كويسة، بس في نفس الوقت انا قلت لما اجي اعملها لو انا برضو ايه ممكن انا عندي عودين خضرة كده ولا حاجة اقطعهم واحطهم عليها برضو فريش، برضو هتديها ريحة برضو قوية اقوى كمان بقى كمان. وهتبقى تحفة. بصوا انتوا هتقسموها طبعا على حسب الاكلة بتاعتكم. انا قسمتها في الاكياس كده وقلت اعمل لكم بقى ايه طريقة قفل الاكياس ايه مختلفة عن ما احنا ما بنربطها. يعني اول حاجة اهم حاجة انها تكون نشفت معاكي ما فيهاش مية، وان انتي تفضي الهواء من الكيس بتاعك. بصي بقى انا جبت ورق ألمونيوم، حطيت الكيس ما بين الورق الألمونيوم ودوست عليه بالمكوة. شغلت المكوة ودوست عليها. بص الكيس اتقفل، مفيش مش هيخش له ولا نقطة هواء. كمان انا بص مفضيه كويس، يعني بتقعدي تكبسي فيه كده لما الهواء يتفضى منه خالص. بص عمل ازاي اهو. بتحط الكيس ما بين ورق الالومنيوم وبتدوس عليه من المكوى دوسه واحده، بيقفلك الكيس خالص، ما بيسربلكيش ولا نقطه هوا. بجد لازم تجربوها بالطريقه ديت، والله زي ما وريتها لكم ديت فعلا والله بتاعت السنه اللي فاتت. لونها بصوا زي ما شفتوا كده، انا كنت لسه مخرجاها من الفريزر طالعه خضرة زي ما هي. تحفة، مش بتاخد مكان خالص. خزنوا منها. السبانخ مفيدة جدا، فيها نسبة حديد عالية جدا، مفيدة جدا لينا والأطفالنا. جربوها وقولوا لي عملت معاكم ايه، بس انا متأكدة انها هتنجح معاكم لان هي ما فيهاش اي حاجة. بس اعملوا زي ما قلت لكم كده بالظبط وهتعجبكم جدا. اعملوا بقى لايك وشير